مرحبا بكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا المقطع سنتحدث عن أمور خطيرة جدا، لذا أكملوا الفيديو إلى الآخر لتفهموا ما يحدث أو ما يخطط له. إخواني، خلال الأيام الأخيرة صدر قرار من السفارة الأمريكية في الجزائر، مما أثار انتباه الكثير من المحللين وفتح بابا واسعا من التساؤلات حول سبب هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وما الذي دفع واشنطن لرفع مستوى اليقظة تجاه رعاياها في الجزائر. في الوقت نفسه تم التصويت بشكل كبير داخل الكونغرس الأمريكي على وضع إيران في صدارة النقاش الأمني العالمي، ليس فقط كدولة تواجه ضغوطا متزايدة، بل كشبكة نفوذ تمتد عبر أذرع وتحالفات في عدة مناطق. من هنا ولا بد أن تبدأ أسئلة تطرح كثيرة حول طبيعة تلك الشبكات والبيئات التي تسمح بتمددها من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا. في ظل هذه الأحداث والتصعيد الغير مسبوق في الشرق الأوسط، يبدو أننا اليوم أمام مرحلة انتقال في النظام الدولي. لكن وسط كل هذه التطورات وقع حدث داخل الجزائر قد يبدو ظاهريا كحادث عسكري عابر، ولكن يبدو أن تفاصيله فتحت بابا واسعا من الأسئلة. كل هذا سنناقشه في هذا المقطع. لا تنسوا مشاركة الفيديو ومشاهدة المقطع للنهاية. فعلوا الجرس لكي نستمر في النشر المزيد ويصلكم كل جديد. اليوم الأمس شهد المجال العسكري في الجزائر تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية صغيرة بعد دقائق قليلة من إقلاعها من القاعدة الجوية بوفريك جنوب العاصمة الجزائر. وكان على هذه الطائرة 6 عسكريين. وفقا لرواية رسمية أسفر الحادث عن مقتل طيارين وإصابة 4 آخرين. تم نقلهم إلى المستشفى العسكري المركزي، والسلطات قالت إن الطائرة كانت تنفذ مهمة مبرمجة قبل أن تسقط مباشرة بعد الإقلاع. اليوم لم تعد المشكلة في الحديث وحده، بل في تكرار الحوادث نفسها والطريقة التي تدار بها الرواية بعد كل مرة، حيث يتم نشر بلاغات غامضة وتفاصيل تثير الشكوك، ثم يأتي الصمت، مما يجعل الحديث عن بوفريك لا يقرأ كواقعة معزولة، بل كحلقة جديدة في سلسلة طويلة أعادت للأذهان كارثة أبريل 2018 قرب بوفريك أيضا، حيث تحطمت طائرة عسكرية جزائرية وأدت إلى موت 257 شخصا، بينهم عناصر من البوليزاريو. وهنا يجب أن نبدأ في طرح عدة أسئلة. عندما تتكرر الحوادث في نفس الموقع تقريبا، يصبح السؤال مشروعا: هل نحن أمام عطل تقني مفاجئ وقع بعد الإقلاع، أم أن الحادث مرتبط بمشاكل في الصيانة والجاهزية التقنية لبعض الطائرات العسكرية، أم أن هناك استهدافا أو تخريبا مقصودا، ربما حتى تصفية حسابات داخلية؟ حتى إذا افترضنا أن الأمر يتعلق بعطل تقني مفاجئ، وهي فرضية منطقية قد تحدث بعد الإقلاع، فإنها لا تفسر تكرار الحوادث. إخواني، كل هذه الأمور تدفعنا إلى طرح سؤال أكبر: إذا كانت منظومة الطيران العسكري فعلا تعمل بالكفاءة التي تروج لها البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية، فلماذا تتكرر الأعطال والحوادث بهذا الشكل؟ عندما يتكرر سقوط الطائرات العسكرية لا يبقى الحديث مجرد حادث، بل يتحول إلى نقاش حول المنظومة العسكرية كلها، مما يزيد من الجدل حول احتمال وجود عطل أو صيانة أو خطأ بشري، بل يتجاوز ذلك إلى الفراغ المعلوماتي الذي تتركه الرواية الرسمية. ومن هنا يبدأ المتابعون والمحللون في طرح أسئلة عن الاستهداف أو التخريب أو حتى تصفية الحسابات داخل دوائر النفوذ. وهنا نصل إلى النقطة الأكثر إزعاجا، حيث لم يعد السؤال عن سبب سقوط الطائرة في بوفريك فقط، بل عن ما تخفيه كثرة هذه الحوادث عن واقع المؤسسات العسكرية الجزائرية. هل نحن أمام معدات تقنية تتآكل بصمت، أم أمام بيئة داخلية مشحونة تجعل كل حادث أكبر من مجرد حادث؟ هذه الأسئلة ليست مبالغ فيها، لأن من يبالغ في تأجيجها هو الصمت الرسمي نفسه. إذا كان سقوط الطائرة العسكرية في بوفريك فتح باب الأسئلة حول ما يجري داخل المنظومة العسكرية الجزائرية، فإن التطورات الإقليمية المحيطة بالجزائر تطرح بدورها تساؤلات موازية حول البيئة الأمنية الأوسع التي تتحرك فيها البلاد. الأحداث المحلية
لم تعد تقرأ بمعزل عن التوترات الدولية المتصاعدة، خصوصا في ظل احتدام الصراعات في الشرق الأوسط وامتداد تداعياتها لمناطق أخرى من العالم. وفي هذا السياق كشف جون ترامن الباحث في الشؤون الأمنية والدبلوماسية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية عن معلومات خطيرة تفسر قرار السفارة الأمريكية في الجزائر بتشديد تحذيراتها لمواطنيها وتفعيل برنامج ستيب، يعد برنامج تسجيل المسافرين الذكي أحد الأدوات التي تعتمدها الولايات المتحدة للتواصل السريع مع مواطنيها في الخارج، حيث يتيح توجيه تنبيهات أمنية عاجلة وتوفير قنوات اتصال مباشرة في حال حدوث تطورات مفاجئة. لذا ينظر إلى تفعيل هذا البرنامج في مثل هذه الظروف على أنه مؤشر على رغبة واشنطن في رفع مستوى اليقظة والاستعداد لأي سيناريو محتمل. مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، تخشى واشنطن من احتمال توسع رقعة تداعيات الأحداث إلى مناطق أخرى قد تشهد تحركات استخباراتية أو صراعات نفوذ غير مباشرة. لذلك يرى ترامن أن الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت المجهر الدولي بسبب تداخل عدة عوامل استراتيجية، من بينها موقعها الجغرافي الحساس بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى ثرواتها الطاقية الكبيرة وعلاقاتها المتشعبة مع قوى إقليمية ودولية متنافسة خصوصا مع إيران. تعود الجذور علاقة بين الجزائر وإيران إلى عقود، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة تحولات تعتبر تجاوزا للعلاقات الدبلوماسية التقليدية. هناك مؤشرات على توسع مجال التعاون ليشمل الاقتصاد والطاقة، لكن النقطة الأخطر هي التنسيق السياسي في بعض الملفات الإقليمية. من منظور استراتيجي، تعتبر طهران الجزائر بوابة محتملة لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية، سواء عبر الشركات الاقتصادية أو من خلال شبكات نفوذ سياسية وفكرية أيضا، مما يثير قلق بعض العواصم الغربية التي تتابع التطورات بحذر متزايد. غير أن التطورات لم تتوقف عند حدوث التحليلات الأمنية أو التحذيرات الدبلوماسية فقد سرعت السفارة الأمريكية في الجزائر لتشديد تحذيراتها لمواطنيها وتفعيل برنامج ستيب بعد تداول وثيقة مسربة من داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية تحمل طابعا عسكريا شديدا، وتحتوي على معلومات مرتبطة بتحركات عناصر الحرس الثوري وتنسيقات ميدانية لتنفيذ استهدافات بحرية ضد سفن تجارية في البحر الأبيض المتوسط. تتحدث الوثيقة عن اجتماعات ميدانية وتنسيق تقني داخل منشآت عسكرية، بالإضافة إلى إجراء عملية محاكاة إلكترونية لأنظمة الإطلاق. كما تشير الوثيقة إلى تحركات عناصر الحرس الثوري داخل المنطقة العسكرية وقيامهم بجولات استطلاعية في مواقع حساسة مرتبطة بالبنية التحتية الصاروخية. أما الجانب الأكثر حساسية في مضمون الوثيقة فيتعلق بالهدف المحتمل لهذه التحركات، حيث تمت الإشارة إلى سيناريوهات مرتبطة باستهداف سفن تجارية في البحر الأبيض المتوسط عبر وسائل هجوم قصيرة أو متوسطة المدى. تكون خطورة هذه المعطيات إن صحت أنها تضع شمال إفريقيا والواجهة المتوسطية في قبضة تداعيات الصراع الإقليمي المتصاعد بين إيران من جهة والولايات المتحدة ومن جهة أخرى. أي نشاط من هذا النوع يهدد سلامة الملاحة البحرية الدولية في أحد أكثر الممرات التجارية حساسية في العالم، وهذا ما يفسر درجة القلق التي دفعت واشنطن لرفع مستوى اليقظة ومراقبة التطورات في المنطقة عن كثب مع اقتراب لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد مع إيران. يطرح هذا السؤال تقييم نفسه في كواليس الدولية. هل تعرف الجزائر حجم المخاطر وهي تستمر في التشبث بحليف أيامه معدودة؟ بينما تتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على طهران، تبدو بعض العواصم التي لا تزال تراهن على هذا التحالف وكأنها تسير عكس التيار الدولي. في هذا السياق جاءت نتائج تصويت كونغرس الأمريكي على قرار تصنيف إيران كأكبر دولة راعية في العالم، حيث تجلى الإجماع السياسي شبه الكامل بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يعكس تحولا واضحا في التوجه السياسي. نحن اليوم أمام مرحلة انتقال في النظام الدولي
تشبه ما حدث بعد نهاية الحرب الباردة. في مثل هذه اللحظات والدول التي لا تراجع خياراتها بسرعة قد تجد نفسها عالقة في محور يتفكك أو في صراع أكبر منها. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.